بنقول فلنشكر صانع الخيرات. إلهنا بيعمل خير على طول. مجرد انك تفتكر ان ربنا بيعمل خير على طول يبقى اللي بيحصل حاليا في حياتك خير، مهما كان شكله، مهما كان وجعه، مهما كان تفسير اللي حواليك، هو ما بيعملش غير الخير. اللي مضايقك هو خير، بس بكرة تشوف، بكرة تفهم، بكرة تعرف. يا يوسف اللي مضايقك في السجن خير، بكرة تبقى رئيس وزراء. يا دانيال اللي مضايقك في الأسود خير، لأن بكرة العالم كله هيعرف إلهك. يا أستير المؤامرة اللي بتتعمل عليك دي خير. ليه؟ لأن مردخاي عمك ده هيبقى قائد العالم بعد شوي. التلاميذ اللي بيعملوه فيكم اليهود ده خير، لأنه هتنتشر الكرازة كلها بره أورشليم. إذن كل ما يحدث دايما خير، بس دايما احنا مستعجلين، عاوزين نشوفه دلوقتي، وبحساباتنا احنا مش حساباته. هو مخه كبير، هو شايف حاجة احنا مش شايفينها. إذن المشاكل والأزمات مفروض انها تبقى خير. عاوزين نوصل للقاعدة دي، وده اللي خلانا هنحفظ يعقوب 1 لما بيقول احسبوه كل فرح حينما تقعون في تجارب متنوعة. ليه؟ لأنها خير.